السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير. الوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم هي بغرير اللي تقريبا ما كاينش الدار اللي ما كديرش البغرير. هذا البغرير اللي غادي ندير لكم اليوم هو بغرير معتمد عندي سنين، كيجي لذيذ وكيجي خفيف. انا كنديروها بالفينو والفورس، كنفضلوا على البغرير ديال السميده. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنا زلافه ديال الفينو اولا الدقيق الاصفر، وهنا عندي نص كاس من دقيق الابيض اولا الفورس. عندي هنا الماء، عبرت 4 الكيسان ماء دافي، 4 الكيسان من هذا ديال الماء دافي. الملح على حسب الذوق، 2 خمارات ديال الحلوى، 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوى اللي فيها 7 غرام. هنا عندي معلقه من الخميره الفوريه اولا الخميره ديال العجين. نبداو على بركه الله نوجدوا البغرير ديالنا. هنا في الكاس ديال الطحان كنسبق الماء هو الاول، عاد كنبدا نحط المقادير اللي عندي. نزيد هنا دقيق الفورس والملحه والخميره ديال الحلوى والخميره الفوريه، وغادي نشعل عليهم يتطحنوا مزيان. هنا من بعد ما طحنتو غادي يبان لكم بحيله كيجي جاري ولا خفيف، ولكن راه كيجي مزيان ملي كيطيب، ما كيجيناش مدقص. صافي دابا غادي نخويه. انا كنخويه هكا في غراف، كيجيني كنخليه يخمر فيه، وفي نفس الوقت ملي كنجي نطيب البغرير كيجيني اسهل، ما كنبقاش نهز بالمغرفه وندير في المقله ديال الطيفال. كنخوي من الغراف نيشان المقله ديال الطيفال. دابا غادي نخويه هنا، غادي نخليه يخمر مزيان، غادي نخليه واحد المده يخمر فيها. غادي نغطيه، غادي نخليه حتى يخمر. البغرير ديالي هو خمر، غادي نخلطو هكا شويه بشي معلقه اولا فرشيطه بحال هكا. المقله ديال الطيفال راه كتسخن، وغادي نبدا نخويها هكا من الغراف كما قلت لكم باش كيجيني ساهل. ما نديرش العجينه بزاف باش ما يجينيش غليظ. صافي غادي نحطها فوق البوطه طيب على نار متوسطه. ها هو شوفوا كيفاش كيتقد. دابا غادي نكمل البغرير كله ديالي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير، صدقوني كيجي رائع، كيجي خفيف بزاف. كنقدموه مع الزبده والعسل هكذا اولا مذوبين، اولا كل سيده كيفاش كتحب تقدم البغرير ديالها. كاين السيده اللي ما كتخمرش البغرير، ممكن حتى هذا ما تخمروش، غير انا كنفضل ان البغرير يخمر. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي خفيف، كيجي خفيف بزاف وكيجي مثقب. نتمنى ان البغرير يكون نال اعجابكم وتجربوه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم عملوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه باش توصلوا بجديد الوصفات. بارطاجيو الوصفه مع الاسره والاصدقاء ديالكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.